اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وتكونوا في أحسن حال. أنا اتأخرت جدا في الفيديو ده، ولكن أنا قلت خلاص فاتني ومش هعمل. ولما نزلت بقى السوق لقيت الزيتون قدامي، فرحت جدا وقلت لا خلاص ليا نصيب. سبحان الله، جبت كيلو كده من الزيتون وبديله كذا فتحة كده زي ما احنا شايفين مع بعض. الزيتون ده تفاحي، واللون البنفسج ده بتبقى الزيتونة مستوية، فبتغير بقى لونها من الأخضر للبنفسج ده. بتبقى زيادة سوا يعني. زي ما اتفقنا بقى، انا جبت كيلو زيتون وعليه كيلو من نص كيلو من الليمون. فتحت الزيتون زي ما احنا شايفين بالشكل ده، قسمت النص كيلو ليمون على اسمين زي ما احنا شايفين كده. خدت منه جزء هسلقه كده بحاله، وهعاير له 5 دقايق بالظبط، هكون مصفياه من الميه بتاعته. ونص الليمون التاني، يبقى هو نص كيلو، بس انا قسمت النص كيلو ده على 2، فاصبح ربع سلقته زي ما احنا شفنا كده، والربع التاني بقطعه كده شرايح وهحطه في نفس الميه، واسيبه بقى يستوى براحته خالص عشان ينزل لي كل البهاريز اللي فيه زي ما احنا شايفين كده مع بعض. يبقى انا كده ده النص كيلو ليمون اهو زي ما احنا شايفينه، نص اتسلق بالشكل ده 5 دقايق وطلعته، والنص التاني سبته مع بعضه كده يستوي. هنا عندي حبيتين فلفل حار، واحد بارد وواحد حامي، ومعايا 6 فصوص من التوم. هفرمهم كده في الكبة، وهضيف عليهم كمان معلقتين من الخل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما احنا كده شايفين مع بعض، ضفت معلقتين من الخل وهضيفهم على الجزر ده انا بشراه. كانت جزرايه واحده بس كبيره. هنزل الزيتون بتاعي، وزي ما احنا قلنا عملنا له كذا فتحه كده، وده الفلفل الحار برضو هضيفه معاه. وهضيف الخلطة اللي احنا عاملينها مع بعض دلوقتي، وهقلبهم كويس، وهبتدي ان انا اشيل العروش كده بتاعة الفلفل الحامي. ما حبيتش شكلها بصراحة، فقلت لا اتخلص منها. وما تنسينيش بقى يا جميلة في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة مطبخ ام عمر، عشان ان شاء الله القناة تكبر بيكم. وبشكر كل اللي بيدخل قناتي جديد، وبشكر كل اللي بيدعمني بكلمة حلوة. ربنا يبارك فيكم ويوفقكم جميعا، اللهم امين. ده بقى هنا النص التاني من الليمون زي ما احنا شايفين كده، نزلت كل البهريز اللي فيه. هبتدي ان انا اضيف الملح بتاعي. حطيت 5 معالق من الملح، ومعلقة من السكر. السكر بيعتبر كمادة حافظة للزيتون بتاعي او للمخلل. هبتدي بقى ان انا ادوب بقى ده كله كده مع بعضه، وهضيف عليه كمان رشة من الكركم. ما شاء الله بيديله لون حلو، بيدي للمخلل لون حلو. هبتدي بقى ان انا ادوب الملح كويس جدا في الميه بتاعه الليمون. وعندي بقى هنا البرطمان بتاعي، انا بصراحه كنت جايباه على اساس ان هو كيلو من الزيتون، ما خدتش بالي بقى ان في ليمون وفي فلفل حار وفي بقيه الخلطه، فتبقى محتاجه مساحه اكبر، يعني ان انا كنت اكبر البرطمان بتاعي. فقلت والله مش هغيره، قدر الله ما شاء فعل خلاص. جبت بقى الازازه دي كمان، وقلت انا شفت بصراحه كذا حد بيعمل فيها، والنتيجه كانت طالعه اللهم بارك تحفه يعني، فقلت اجربها. زي ما احنا شايفين كده مع بعض، هاملة الازازة والبرطمان بتوعي. ومية الليمون اللي احنا عاملينها هبتدي ان انا ازود بيها الزيتون بتاعي. خلاص يا عمي يا بتاع الانابيب. تمام كده، هغطي وش الزيتون بتاعي خالص بالتتبيلة بالمية بتاعة الليمون. غطيت وشه تماما. وهبتدي ان انا كمان اضيف عليه معلقتين كده على وش البرطمان من الزيت بيعتبر كمادة حافظة تانية برضو، ليه؟ بحيث ان هو يمنع اي ريم، او يمنع ان هو لا قدر الله يعفن او كده. اكياس التلاجة بقى كانت اللهم لك الحمد خلصت، وانا ما خدتش بالي ان انا كنت اجيب يعني او كده، فقلت اتصرف. جبت اللي هي الجوانتيات البلاستيك دي، ورحت مغطية بيها. وهضيف بقى، هحط البرطمانات دي كده على صينيه. شفت؟ نسيت اقولك الوش الزيتون ان انا اغطيه بالقشر بتاع الليمون ده. هبتدي زي ما بقولك بقى كده ان انا اضيف البرطمان والازازه على صينيه، بحيث ان الزيتون والليمون والحاجات دي كلها بتبتدي انها تسرد ميتها، فبتلاقي في ميه بتنزل كده معاكي من البرطمانات بتاعتك. فبحط بقى الصينيه دي، وببتدي ان انا اشيلها لو نزل عليها نقطه ميه او كده من الزيتون. ببتدي ان انا
بغسل بقى الصينية بتاعتي لو نزل عليها زي ما قلنا اي نقطة مية، وبعدين بحط عليها تاني البرطمانات، وبعد كده خلاص، واشوفكم على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله.